قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي يا رب. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب. ربي 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 يا ربي يا رب، أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني. صارت عندك حالة خمول وكسل من بعد العيد، فيديو اليوم كله طاقة وراحة نفسية. خلونا نبلش الفيديو، بس خلونا أول نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبلش الفيديو فورا. أهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت جديد لقناتي، أهلا وسهلا فيكم، أسعدتوني وهيك الله يجبر بخاطركم مثل ما تجبروا بخاطري على التعليقات الحلوة، وهيك عم تعطوني دافع وحماس حتى أكمل أكتر. اليوم الفيديو هيك بعد شفتوا الفيديو اللي قبل كله هيك كان مرض وخمول، فقررت اني هيك حط المرض على جنب وقوم اتشجع. وهي الغرفة يعني هيك عم بشطف مثل ما بيقولوا، بس هيك التم ما علي عم كت فيها مي هيك ونضفها تنظيف عميق، فقلت اليوم يلا بركي بتحمس وبتشجع ولا نضفها. فوالله هيك كله رفعنا وهيك اعلنا الحرب مثل ما بيقولوا، كله هيك رفعته وزبطته وعملت خلطة المي والعملاق. انا كتير بحب العملاق بالصيف، بحس بيطرد يعني الحشرات اذا في حشرات، يعني بحب حتى ريحته بالبيت، بحسها ريحة هيك نظافة وريحة تعقيم. فوالله هيك كتيت المي وهيك شطفتها منيح وزبطتها وحسيتها. بتعرفوا يعني ما بيخلى الأمر من هدول الشغلات. خبروني انتو كيف حالتكم هيك ما بعد العيد؟ رجعتوا لروتينكم؟ رجعنا للحماس ولا لسه في حالة خمول؟ لسه هيك اخذين على جو العيد؟ هلا اجباري هي الحالة اجباري بتجي بعد العيد. انا والله بالعادة بتجيني يعني بعد العيد عيد الفطر، بس هلا يمكن مع الشوبات حالة خمول وكسل. وهون والله هيك قررت نظف غرفة القعدة كمان، رتبتها وهيك قلت لها نفضوا الصوفايات اذا عليهن هرهرة عليهن شي، فزبطتهم ومسحت الغبرة كمان مسحة مرتبة. يعني هي مسحة الغبرة ما بصير كل يوم بلاها، حتى والله يعني لازم مرتين يعني بالنهار لازم والله عندي انا امسح الغبرة، لانه كتير كتير بيتي مغبر. حكيت لكم بالفيديو اللي قبل بيتي مغبر، في عمار هيك ناحنا وفي هيك بنا ورمل، يعني في كتير غبرة. والصبايا اللي ماشيين معي لهون ووصلتوا معي لهون، يا ريت تحطوا لايك اذا لسه ما حطيتوا، تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد من قناتي وحتى عائلتي الكبار. وخبروني كمان مين هيك اكلها مرضى بعد العيد. انا شفته والله بالفيديو اللي قبل كنت مرضانة وهيك تحسس صدري، يعني هلا يا دوب يعني طلع صوتي كان اول والله مرضانة ومالي قدرانة. صراحة اغلبية مرضتي كانت من التلج والمية المبوظة، فوالله هيك بتعرفوا من الشوب الواحد يشرب مية مبوظة، فحسيت يعني التهاب حلقي كمان والله. وهون والله هيك قعدت شفت الوراق الزراعة مغبرين، قلت لا امسحهم عشان ما هيك يعني بتعرفوا منظر الزريعة وهي عم تلمع غير شكل. وهون كأنه هيك حاسة انا الليمونة هي بسموها زريعة الليمونة كأنه هيك عم تصفر. اليوم هو هيك يوم عادي كتير، ما في شي مرتب ومجهز، بس هيك حبيت شارككن هالروتين البسيط من ايامي. كل يوم في شي صغير بيمرق، ضحكة وشغلة بتخلص، شي بينضاف على البيت. هاي اللحظات الصغيرة يلي بتعطي نكهة للحياة. وبعد العيد يعني أكيد بيصير في شوية فوضى بالبيت، من الضيافة لكراسي لصحون لتياب، بس ما في مشكلة، شوي شوي بنرجع كل شي لمكانه. بحب بعد المناسبات الكبيرة رجع البيت يهدى كأنه عم نبدأ من أول وجديد. يعني سبحان الله أيامات العيد غير، يعني بتعرفوا الواحد مثلا بده يحط من فازة بمكان
بضوء بمساء يعني هذا الشي ما بنستخدمه نحن بالحياة اليومية بدنا شي سهل عملي يسهلنا حياتنا، على مبدأ يعني الطاولة إذا حطيناها بنص الغرفة بتضايقنا. ما بعرف مين بتلي أنا إذا بحط الطاولة بنص الغرفة بتضايق منها. هلا بالشتا ممكن إنه عادي، بس بالصيف وشطف يعني أحيانا بيشطف الواحد كذا مرة بالنهار، مو مثل الشتا خلاص بكنس وخلصت القصة. فوالله هيك نرجع كل شي هيك لمكانه ونرتب. بتعرفوا هلا من أحلى اللحظات بعد العيد هيك قعدة هادية وكنكنة، لا عزيمة ولا طلعة، بس راحة. الواحد عن جد بيصير بيشتاق للهدوء الأيام العادية بعد كل الضجة، بيشتاق هيك للروتين، بيشتاق لحياته يعني الطبيعية. بس سبحان الله يعني هي من شعائر الله، ويعني لازم نحنا يعني نغتنمها ونفرح لها. يعني كمان فرحة العيد غير شكل للكبار وللصغار. وهلا هيك زبطنا البيت الصراحة، يعني أنا مقررة كل يومين التالت أعمل تنظيفة عميقة لغرفة، تنظيفة عميقة لصالون مثلا. فهيك والله قلت يعني إنه منه ما بتعب حالي ومنه بعبي وقتي. بتعرفوا هلا صيف معنا لا يعني لا فدا ولا طلع. صراحة كنت ناوية إني سجل بنتي بمعهد صيفي أو جامع مثلا تتعلم قرآن، بس وقت الجامع يعني من الظهر للعصر، يعني هي وقت الذروة، وكتير يعني كتير شوب عنا، والجامع يعني بعيد كمان علي مو قريب. وخبرتكم من قبل يعني إنه بيتي طابق خامس، قلت مشوي وطلع على الدرج. والله هيك يعني قلت بلا ما ناكلها شوبة، فخلص والله قلت أنا بعملها المعهد بعملها يا أنا عندي. ايه والله. وهلأ بعد ما خلصت كل شي هيك حبيت أعمل فنجان قهوة. صايرة عم حب هاي الأجواء معكن. بدي طالع محتوى الصراحة، فعم أعمل هيك فنجان قهوة بسيط. وشفتوا سمكاتي كمان كتير كتير حلو فنجان القهوة قدامهم، وهيك يقعد الواحد يحط فنجان قهوة ويقعد يتأمل. سبحان الله، أبدع الخالق فيما خلق. عن جد تبارك الرحمن يا الله. في شغلات عن جد عم لكم، في شغلات بمجرد هيك النظر إلها بنصفن وبنستريح بالحياة، وهيك بنقعد بس للتأمل. بقى هالتأمل بده هيك فنجان قهوة مرتب. والله هيك عملت فنجان القهوة وحبيت هيك شارككن هالقعدة. الصراحة قعدة صغيرة هيك على الكنباية مع فنجان القهوة، أيام بسيطة بس فيها كل النعمة. يا ربي لك الحمد، الحمد لله على كل النعم. ربي يديمها علينا ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. شوفوا عملت التنظيفات وعملت هيك فنجان القهوة، ولسه بنتي غرقانة بالنوم. لسه اخذة هي على جو العيد سهر وفئة متأخرة. أنا الصراحة قررت يعني إني أتحدى حالي وبدي فيق بكير. كتير عم انزعج من الفئة متأخرة، عم حس نهاري راح وما في نهار ما في بركة، يعني لا بوقتي ولا في. بحس دغري دغري صار الليل، فما عجبني والله هيك البرنامج. فقررت يعني إنه قلت كل يوم فيق بكير عن اليوم اللي قبله، بس هذا اليوم لا تحديت حالي وفقت كتير بكير يعني كمان. والصراحة الشمس بتضرب بنص عيني، يعني من هون للساعة 7:30 8 يعني لازم خلص الواحد ما عاد يقدر ينام أكثر من هيك. ف هيك قلت يلا لأقوم هيك أنا مالي قدرانة يعني نام، خلاص لأقوم أعمل اللي علي. برتاح نفسيا بالشغل. وبقعد هيك فنجان قهوة على رواق غير شكل. يعني غير شكل يعني لما يكون الولد بسم الله عليهم نايمين وهيك متركنين فنجان القهوة غير شكل. لقد ما كان الولد هادي، أنا الحمد لله يعني بنتي هادية، بس هيك الرواق غير شكل. الله يحميهم ويحفظهم يا رب، وهيك ما يحرمني هيك من لفتها ببيتي يا رب. عن جد في راحة غريبة بهاللحظة، فنجان قهوة وسكوت وصوت المي وسمك عم يسبح بهدوء. بحس وقت بقعد بهالزاوية كل شي بيوقف شوي، الأفكار التعب الزعل كله بيبرد. أوقات منكون بحاجة بس لهدنة، ما بدنا سفر ولا ضجة، بس قعدة هيك بسيطة تطفي العالم حوالينا. سبحان الله كيف المي والسمك بيعطوا طاقة مريحة. بحس في شي بيهديني من جوا.
قولوا لي شو الشي اللي بيريحكم مثل هيك، لكل حدا زاوية أو لحظة بتحسسوا إنه بخير حتى لو الدنيا كلها عم تركض. أنا الصراحة يعني بحب هيك قعدة أتأمل حوض السمك، وبحب كمان القعدة جنب الطبيعة. سبحان الله منظر الخضار بيعطي كمان طاقة نفسية مو طبيعية. فكله هيك والله نعمة. وهون فاقت بنتي وقلت بدنا نفطر، فحطيت هيك والله. ما كان عندي صراحة. نحنا هلأ ما بدي تضلوا تقولوا إنه أنا ضلني عم أحكي على الكهرباء، بس يعني هذا الواقع وهذا الوضع عنا. ما في كهرباء. البراد يعني بصير حرفيا نملية. ما عاد له يعني لازمة بالصيف بالبيت. فما منجيب أغراض من حواضر من شي، يعني الشي اللي بيخرب ما بكتره، يعني بنجيب كل يوم بيومه. إذا انوجد يعني، ما انوجد بمشي باللي عندي. الزيتون بحافظ يعني زعتر هيك بيض، يعني ما بيخربوا بيوم وليلة. أما اللبن والجبنة الصراحة اللبن فورا من هون للمسا فورا بلاقيه هيك تغير لونه، وبحس في طعمته حموضة، يعني ما عاد بتقبله بالمرة. فهيك الله يديم علينا النعمة يا رب، بنمرقها وجود من الموجود. فهيك سلقت بيض وهيك شفت شو عندي. بدي يعني ما بدي خلي شي بالبراد، بدي حاول انه خفف منه. فخلصت كل شي هيك عندي خضرة. شوفي عندي شي بالبراد كله طالعته. و اللي حرام يعني نعمة الله، والله أنا بزعل. يعني شوفوا إذا هيك انتزع أي خضرة أو انتزع أي شي بسيط، مو الخضرة كلها، إذا انتزع شي بسيط من الخضرة بتضايق. أنا ما بحب، أنا وطبعي ما بحب كب أكل يعني. نعمة يعني لازم نحافظ عليها مشان الله يحفظنا. والله دهدورة الخبز بزعل عليها إذا بتنكب يعني. بدنا نحافظ على النعمة لحتى الله يحفظنا. من أطيب اللحظات بيومي هي لما نقعد ونبلش نهار مع بعض، حتى لو فطور بسيط، بس اللمة لحالها نعمة. بحاول دائما إني خلي الفطور وقت هادي، نضحك شوي ونحكي، وأحيانا بس نضل ساكتين وناكل سوا. فطورنا اليوم كتير بسيط. شو بتحبوا تفطروا انتو مع أولادكم؟ كتبولي تحت يمكن آخد أفكار منكم كمان، يلي عايشين بسوريا كمان، إذا ما عندكم حدا يجيب لكم أغراض. أنا بعرف يعني في عالم عندها حدا، عندها مثلا ولد كبير بيقدر ينزل يجيب له أغراض، بيتها قريب على السوبر ماركت، في حدا يعني يجيب لها الخضرة، يجيب لها من البقالية. فخبروني اللي ما عنده هذا الخيار شو بيعملوا، كيف بتتصرفوا، شو هيك بتأمنوا. خبروني، بناخد أفكار من بعض وبنتعلم، مو غلط يعني. وإذا حبيتوا هاللحظات البسيطة لا تنسوا اللايك والاشتراك، وخلي يومكم دافي مثل هالفطور.
في واحد يصبح؟ ليش؟ الثاني ملك عنا بيصبح؟ انت عم يصبح؟ لأنه شوف وهلأ فتت على المطبخ، بس اليوم مو ناوية الصراحة أطبخ طبخة رسمية. حأعمل شي خفيف. في أيام ما بيكون عنا خلق إنه نوقف ساعة، وهذا شي طبيعي، مو كل يوم لازم يكون مثالي. بدي أسألكن شو بتاكلوا أيام الكسل؟ أنا مرات بعيش على الخبزة والزيت والزعتر، يعني نعمة الله لا يزولها يا رب. فهون والله هيك كان عندي باذنجانية واحدة، يعني أنا مو من محبين الباذنجان بالمرة يعني ولا باكله. فزوجي هيك دايقها هاي الأكلة وأنا مشتيها عليها مسقعة الباذنجان، وهي أول مرة بعملها، ما بعرف حتى إذا عملتها صح أو لا. خبروني كيف بتعملوها. أنا قليت بصلة وهيك قطعت كم سن توم، بعدين حطيت البندورة ورديت حطيت كمان توم مدقوق معها، وقليت الباذنجان وحطيته فوق منهم، وهيك كمرتهم شي 10 دقايق. خبروني هاي الطريقة صح أو لا مشان أعرف يعني. بس على الأغلب يعني هيك نفس الطريقة على هوا ما هيك فصل لي النكهات زوجي، يعني نفس النكهات وعملت له اياهن، وملح وفلفل، يعني ما حطيت بهارات، حسيت ما بدها هالأكل ما بيلبق لها بهارات. بحس بهيك أكلات الزيت ما بيلبق لها بهارات. وقليت مد شغل المقلاية وشغلها، عم قليت والله هيك بطاطاية لبنتي، بتعرفوا الولاد بيحبوا البطاطا المقلية. وكمان كانت حماتي بعتلي صحن كبة لبنية كمان، حطيته على السفرة. بس سخنت اللبن، أنا ما بحب اللبن اللبنية، ما بحبه بارد، هيك سخنته شوي وزبطته وحطيته بالصحن. ونعمة يا رب تديمها علينا، يعني كله نعمة. بتعرفوا هلأ بهالشوب الواحد ما بيرغب كتير بالطبخات، فلقيتها هيك خفيفة نظيفة وعملتها والله. وهيك بيكون خلص نهاري البسيط، ما صار شي كبير، بس مرات الأيام الهادية هي اللي بتخلينا نرتاح ونشحن طاقتنا. إذا حبيتوا هالروتين العفوي لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. وبالختام بدعي من ربي يرزقنا الله الرضا والتوفيق، ويجمعنا دائما على الخير والمحبة. إذا حسيتوا بدفى هالفيديو لا تنسوا تشتركوا وتدعموا نكهات بيتي. دعواتكم إلي هي أكبر طاقة ومصدر أمل. بشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله.